قالت قطر 2 إكوادور 0. نرجعوا لكرة القدم. أنا قلت لكم تابعت باهتمام الافتتاح الرسمي للحفل العظيم اللي كان في الدوحة في ملعب دارنا أو بيتنا وكان يعني حفل في القمة بصراحة، خاصة التنظيم كان فيه يعني حوار ما بين الحضارات، خاصة ما بين الحضارة العربية الإسلامية وما بين الحضارة الغربية، ممثلة في شخصيتين، واحد من العالم العربي الإسلامي الخليجي وواحد من الغرب. كان فيه يعني أوبرات، يعني كانت في المستوى عجبتني أنا بصراحة، عجبتني. قعدت نشوف لم أجد نقائص اللي تخليني ننتقد، عجبتني بصراحة. ومن بعد تابعت ماتش البلوطة. أنا تابعت الماتش كما تابعوه كل الجزائريين، لكن تفاجأت أنه النتيجة 2-0. قطر ربحت ب2 مقابل الإكوادور اللي خسروا الماتش. بركا واحد يقول يا بن زديرة ما تمسخرش بينا أنت، العالم كامل شاب اللي قطر خسرت 2-0. قطر 0 إكوادور 2. نقول له لا راك غلط، قطر 2 إكوادور 0. يقول لي واحد، يقول لي ما هو الدليل؟ نقول له تفضل، يا قدامك الدليل. نعرف انا خير من قناة الحياة، نعرف انا خير من هيبة حناشي. يا هيبة حناشي ويعرف اسدي قال لك بلي نهاية المباراة قطر 2 إكوادور 0. كاس العالم 2022، مش ما تقولوش كاس العالم تاع 2020، 22 قطر الإكوادور. نهاية المباراة بالنسبة لهيبة حناشي قطر ربحت ب2-0 مقابل إكوادور. إذا ما تكذبوناش، قلنا قطر ربحت، إكوادور خسرت. ما تجوش تعرفوا انتوما خير من هابت حناشي والقاشي اللي يخدم معاه في قناة الحياة أو قناة الموت.